التفريزات بقى الجاهزه، مش الحاجات الخضار والفاكهه اللي كنا بنفرزهم، لا احنا دلوقتي بقى بنعمل التفريزات اللي هتريحنا بجد. يعني دلوقتي بنعمل سمبوسه، بنعمل فراخ متبله، بنعمل لحمه متعصجه، بنعمل الحاجات اللي هي تبقى جاهزه على العمايل كده وتنفعنا ان شاء الله في رمضان. السمبوسه طريقتها سهله جدا، كلنا عارفينها، احنا بنحشيها اي حشوه احنا عايزينها، ممكن نحشي شويه لحمه، ممكن نحشي فراخ، ممكن نحشي زي ما انا بعملها كده، خضره على جبن على قرن شطه اي حاجه، وتروحي لفاها زي ما بنلفاها عادي، وتعينيها بقى في الفريزر زي ما هي كده، وتطلعي كل يوم شويه كده على الفطار تحمريهم او تعمليهم في الفرن، بيبقوا زي الفل من غير ما تتعبي نفسك ولا تقفي كتير. انا هنا مش بعملها بعجين ولا حاجه، انا بدخلها بس في الحته اللي بتبقى مفتوحه هنا دي، وما بتفتحش خالص في الزيت ولا في التسويه، فبتبقى جميله. التفريزات اللي احنا عملناها قبل كده قلنا هتريحنا كتير في وقفه المطبخ، واللي بنعملها دلوقتي اللي هي الاسبوع الاخير قبل رمضان دي برضو بتريحنا جدا من وقفه المطبخ. يعني لما تعملي حاجه زي كده جاهزه وانت في يوم تعبانه مش قادره تعملي اكل، مش قادره تقومي تعملي حاجه، هتلاقي عندك في الفريزر حاجات زي كده معموله بلحمه بجبن باي حاجه، باي حشوه انت تحبيها، طلعي حمري على طول او حطيها في الفرن، هتطلع زي الفل من غير ما تتعبي نفسك، جنب اي حاجه في البيت هتنفع وهتبقى زي الفل. فدي الحاجات اللي بتنجدنا في ايام التعب وايام الارهاق والايام اللي احنا ما بنبقاش قادرين فيها في رمضان. بنفرز كميه منها وبتنفعنا جدا جدا جدا. انا اعرف ناس بيفرزوا كميات كبيره منها، يعني اللي ولادها بيحبوا الحاجات دي بتفرز كميه وتعينها، وكل يوم على الفطار بتعمل لهم منهم. في عيال بيحبوا انهم يفطروا كل يوم حاجات زي دي، لازم على الفطار سمبوسه وحاجات زي كده. فبدل ما تقعدي كل يوم هتطلعي من الفريزر وتفكي وتحشي وتعملي خلطات والحاجات دي كلها، لا هي جاهزه اهي، بتعمليها زي ما احنا عاملينها كده جاهزه وزي الفل، وتحطيها في الفريزر في اكياس او في اطباق، وتطلعيها على التسويه على طول كل يوم كده، مهما كنت عامله اي فطار جنبه كده شويه طلعيهم بيبقوا زي الفل. احشي بقى الحشوات اللي على مزاجك. دلوقتي اهي جبن ما فيش اي مشكله، ما مش يا ستي مش عندك جبن ميكس رومي وشيدر وموتزاريلا والكلام ده، اعملي فيتا عاديه خالص، يعني حاجه علبه جبنه هتعمليها، هتضيفي لها مثلا زيتون، هتضيفي لها خضره، هتضيفي لها قرن شطه، هتضيفي لها اي حاجه تطعمها واخلطيها واحشي بيها هتبقى زي الفل. في كمان ناس بيحشوها بالبطاطس، يعني بيجيبوا بطاطس يسلقوها ويهرسوها ويعملوها بملح وفلفل وكده ويحشوها برضو بتبقى حلوه جدا. حته فرخه عندك فايضه اعمليها ببصلايه، بقرن شطه، بطماطمايه، يعني حاولي تزوديها باي طريقه واحشي بيها. اعملي ميكس كده، يعني ممكن مثلا لحمه مفرومه مع جبن، ممكن بطاطس مع جبن، ممكن فراخ برضو تحطي معاها اي حاجه، يعني ممكن تعملي ميكس اللي انت عايزاه وتبقى موفره كمان، يعني ما تكلفكيش، مش هتكلفك كتير. اعملي الحاجه اللي موجوده عندك في البيت، الحاجه اللي تمشي بيها الدنيا، يعني مش شرط لحمه السمبوسه، مش شرط لحمه خالص، بالعكس ده الجبنه بتبقى احلى من اللحمه كمان. فاعملي لحمه، لحمه زي ما انت عايزه، اعملي جبنه زي ما انت عايزه، اعملي فراخ، اعملي كده كل كيس فيه ميكس كده من كل حاجه، وشيليها عندك في الفريزر لرمضان، لليوم اللي فيه زنقه، لليوم اللي انت عايزه فيه تغيير، لليوم اللي انت في مثلا حاجه بايته من اليوم اللي قبله، يعني عندك فطار من اليوم اللي قبله وخايفه انهم مثلا يقولوا لا مش واكلين ولا كده، جنب الاكل بتبقى حاجه زي دي بتفرح الولاد جدا وبياكلوا. وكل سنه وانتم طيبين. تجهيزاتنا لرمضان بتريحنا وبتفرحنا، يعني دلوقتي واحنا قاعدين نعمل حاجه لرمضان بنبقى فرحانين جدا، احنا بنعمل حاجه حلوه، بنعمل حاجه في رمضان هناكلها على الفطار، بنعمل حاجه مثلا نهادي بيها حد فيها ايه، مثلا لو انت عندك اختك تعبانه، حد انت تعرفيه مش قادر يعمل حاجه زي دي، وتروحي عامله لها لفه سمبوسه وحطها في طبق كده وموديها لها وقولي لها دي بقى تفريزات رمضان، دي عينيها لرمضان، شوفي فرحتها هتبقى عامله ازاي. يعني فرحه رمضان ان شاء الله علينا وعلى غيرنا تبقى زي الفل باذن الله. ناس كتير بيقولوا التفريزات بتتعب وارهاق ومجهود علينا، طب ليه نعمل اليوم بيومه؟ انا قلت قبل كده ان انا بعمل الحاجات دي للناس اللي شغالين، الناس اللي مش لاحقين يعملوا، الناس اللي زي حالاتي بيبقوا في الصيام مش قادرين يقفوا على رجليهم، فبتبقى عندهم الحاجات دي في الفريزر، تبقى كده مريحه ليهم، ما تخليهمش مرهقين طول اليوم في الصيام، ما تخليهمش مرهقين بعد الفطار من كتر وقفتهم في المطبخ، ما يعرفوش يصلوا ركعتين، ما يعرفوش يذكروا الله، دايما جسمهم مرهق من وقفه المطبخ. احنا بنعمل الحاجات اللي تخلينا تريحنا كده وتخلينا مرتاحين في رمضان وما نوقفش كتير في المطبخ، يعني عاملين حسابنا كل يوم وقفه المطبخ هتبقى بعد العصر شويه صغيرين، يعني على قد مثلا ان احنا مفرزين طماطم ومفرزين خضار ومفرزين فراخ متبله، مفرزين الحاجات اللي كلها تريحنا، مفرزين بصل، هنقف بقى في المطبخ بعد الفطار بعد العصر
كل اللي هنعمله هنحط بصل من اللي احنا مفرزينه، على طماطم من اللي احنا عاملينها، على خضار من اللي احنا برضو حاطينه في الفريزر، وكل ده وخلاص اكلتك اتعملت. فوقفتنا في رمضان ان شاء الله مش هتبقى كبيره، ارهاقنا في رمضان ان شاء الله مش هيبقى كبير. فاحنا بنعمل الحاجات دي للناس اللي مش قادرين. في ناس بقى ربنا يديهم الصحه والعافيه بيحبوا يعملوا اكل اليوم بيوم، ويحبوا ان هو يقف في المطبخ كتير والحاجات دي. كل واحد ربنا بيديله على قد صحته، على قد اللي يقدر يعمله. فلا تقدر تقف تعمل. كل سنه وانتم طيبين. مفيش حد في رمضان ان شاء الله ان شاء الله يبقى زعلان ولا مش قادر يعمل. ان شاء الله ان شاء الله اللي مش قادره تجيب حد معاها يساعدها انها تفرص شويه حاجات كده رمضان. تيجي في رمضان على الفطار ما تقفش كتير، تبقى حاجات بسيطه تفرح ولادها وتفرح كمان انها عرفت تعمل لهم حاجه حلوه في رمضان. اللي موظفه مثلا وبتيجي من شغلها متاخره، او بتيجي في الصيام مرهقه ومش قادره، بيبقى عندها حاجتها برضو في الفريزر جاهزه كده بتساعدها وتخليها كمان فرحانه انها قدرت تعمل حاجه وهي شغاله ومش واخده اجازه وقاعده في البيت. اللي عندها اولاد مثلا في المدرسه وبيذاكروا وكتب ودروس والحاجات دي كلها بتبقى برضو حاسه انها مقصره في البيت. فلما تعمل الحاجات دي قبل رمضان وتيجي كده في رمضان تطلع الحاجه تعملها على الفطار وتعمل حاجه حلوه ومشرفه كده وتعمل السفره حلوه تفرح اولادها، بتبقى مبسوطه برضو انها عرفت تعمل حاجه حلوه لاولادها في رمضان وتفرحهم، فبتبقى فرحانه. فاحنا اللي احنا بنعمله ده فرحه لينا قبل اولادنا، فرحه لينا ان احنا نقدر نساعدهم في رمضان ونميز لهم رمضان ونعرفهم ان رمضان شهر خير وشهر فرحه وشهر مختلف في كل حاجه، في الاكل وفي الشرب وفي احتفالنا بيه وفي كل حاجه. ناس كتير برضو بيقولوا ان رمضان مش اكل وشرب. احنا قلنا ايوه احنا عارفين ان رمضان مش اكل وشرب، رمضان عباده، رمضان ذكر الله. فاحنا صايمين واطفال صايمه لازم ياكلوا اكل كويس. فاحنا برضو مش قادرين ان احنا نقف كل يوم في رمضان نعمل. فاللي بنعمله ده بيريحنا في رمضان، بيخلينا قادرين نتعبد، بيخلينا قادرين نصلي، بيخلينا عندنا طاقه بعد الفطار كده نعمل اي حاجه. فعمايلنا دلوقتي مش حاجه ان احنا بنعمل رمضان كله اكل ورمضان كله شرب، لا احنا لازم نعرف اللي بنعمله بيساعدنا اكتر في العباده كمان، بيساعدنا ان احنا رمضان يعدي علينا كده واحنا مش مكركبين الدنيا، واحنا مش عاملين نفسنا مكركبين نفسنا في كل حاجه. رمضان يعدي علينا كده واحنا عارفين نعمل كل اللي علينا من صلاه وصوم وعباده وكل حاجه، وحتى الاكل والشرب لاولادنا ونفرحهم في رمضان. دي كلها حاجات ان شاء الله ان شاء الله ناخد اجر عليها وثواب عليها. تخيلي كده انك بتعملي فطار لاولادك بتاخدي اجر، خلي في نيتك يعني انك بتاخدي اجر افطار صائم. وانت بتعملي الفطار كده قلنا طلعنا وجبه لله، طلعنا وجبه كده لاي حد محتاج نديها له، فانت كده برضو بتاخدي اجر افطار صائم. فاحنا واقفين في المطبخ مش عشان رمضان اكل وشرب، عشان رمضان فرصه ان احنا نعمل فيها كل حاجه حلوه، رمضان فرصه ان احنا نفرح اولادنا، رمضان فرصه ان احنا نطلع من الروتين اللي دايرين فيه في الدنيا. يعني احنا دايرين كده في روتين المدارس والدروس والشغل والضغط وي فرمضان فرصه بالنسبه لنا ان احنا نطلع من الروتين ده ونفرح اولادنا كده ونفرح نفسنا ونطلع منه ان شاء الله ان شاء الله كسبانين ثواب وكسبانين فرحه، ونبقى كده مبسوطين ان شاء الله بدخول رمضان علينا، ومبسوطين كمان ان احنا ما قصرناش في رمضان، لا في حق نفسنا ولا في حق عبادتنا ولا في حق بلادنا. رمضان مش اكل وشرب، بس احنا بنحب نحتفل برمضان زي ما اهالينا عودونا. احنا طول عمرنا في مصر معروف ان رمضان يجي بالخير كله، رمضان يجي باحتفاله في الاكل وفي الشرب وفي كل حاجه. قلنا ان حتى العصاير مالت الشوارع دلوقتي استعدادا لرمضان. عرق سوس بقى، تمر هندي، صوبيا، الحاجات اللي مشهوره بها مصر في رمضان مالت الدنيا. دي حاجات كده طقوس وعادات. القطايف والكنافه بداوا يعملوا صواني الكنافه في الشوارع، ومحلات الكنافه بدات تبدا، والحاجات دي كلها بالنسبه لنا هي روح رمضان. الحاجات دي اللي بنفرح بقدوم رمضان من خلالها، واحنا ماشيين في الشارع كده وشايفين الزينه وشايفين الفوانيس وشايفين كل حاجه في الشوارع، بنحس خلاص ان احنا بقينا في احلى ايام. كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم الصحه وافضل حال.